انا زهقت من كتر ما الهوت اير الكويك 706 بيبوظ الشمعة بتاعته. الشمعة بتاعته بتبوظ. الهوت اير ده احنا بنغير له الشمعة بتاعته مرتين او 3 مرات في السنة. جربت انا الام ار، جربت الكويك 706، كل الاكاديمية دلوقتي فيها كويك 706. هقول لكم بقى على هوت اير ما فيهوش غلطة بامانة من الفئة الاقتصادية. ده اللي انا بستخدمه بنفسي اهو، من شركة كويك برضو، كويك 857 دي دبليو. اقوى هوت اير ما شاء الله شفته من الفئة الاقتصادية. هوت اير بقاله شغال معايا 6 أو 7 سنين، ما غيرتلوش شمعة، ما باصش وما اتكلمش، وشغال بأداء قوي جدا. هو عيبه انه مش متعاير مظبوط، يعني هو درجة حرارته ازيد عن الرقم المكتوب بحوالي مثلا 70-80 درجة. فوظيفتك انك تعايره او تبقى عارف يعني الفرق بتاعه ما بين درجة الحرارة الحقيقية ودرجة الحرارة اللي مكتوبة على الشاشة. انا برشح الهوت اير ده لأي حد لسه بيبتدي او عايز هوت اير اقتصادي. هوت اير جامد جدا، وعلى فكرة سعره يعني تقريبا نفس سعر ال 706 ويمكن اقل عشان مفيش عليه طلب كتير. 706 علشان مشهور وبيطلب كتير فسعره ممكن يكون اغلى من ده، او الاتنين تقريبا نفس السعر، مش متأكد.